مفيش شك طبعا فوز النادي الاهلي غطى على حاجات كتيره جدا في المباراه. بالنسبه للجزء الفني تحديدا لو هنتكلم على مارسيل كولر، انا شايف ان الراجل عنده دروب كبير جدا في المستوى والاداء بتاعه على مستوى القياده الفنيه بالنسبه للفريق. انما بالشكل العام النادي الاهلي بيصعد لدور الثمانيه في الموسم الثامن على التوالي من خلال دور المجموعات، والموسم ده اسهل شويه من الموسم اللي قبل كده. يمكن الاهلي كان بيبقى عنده معاناه كبيره جدا في دور المجموعات رغم ان هو بياخد البطوله، لان هو طبعا صاحب النفس الطويل وعنده اهداف وعنده طموحات وعنده سكواد بيقدر يساعده. عندك غيابات مؤثره وعندك لعيبه ممكن مش في الفورمه بتاعتها، بس انت برضو النادي الاهلي انت بطل افريقيا وبطل الدوري وعندك سكواد كبير جدا وعندك بدل اللعيب في كل مركز 2 و3. انا شايف المباراه يعني فنيا مش اعلى حاجه، الاهلي عنده قد كده 100 مليون مره. بالعكس انا لما بقول ان الراجل مش في الحاله الفنيه التوب بتاعه انا ما بقللش منه ولا من النادي الاهلي، بالعكس الاهلي فرقه كبيره وكولر مدرب جامد جدا، بس احنا اتعودنا على ليفل معين من الراجل في اسوأ واصعب الظروف. فالكلام ده مش موجود الفتره الاخيره، مع العلم ان الناس كلها تقول لك اصل الاهلي مش جاهز، اصل اللعيبه بعيد. طب ما انت كان بقالك 50 يوم كاملين ولا شهرين كاملين بتحضر وبتجهز، واللعيبه المفروض ان هي بتكون مستعده بدنيا بشكل كويس. احنا النهارده بنتكلم في موديست بقاله 7 شهور خلاص الاهلي خد قرار مش قادر يجهز.